السلام عليكم. سان بيدرو 3-5-2 بخط مهاجمين عشان يمنع الهلال يبني اللعب من ورا. وشوف الطرف الشمال ياون طالع في نفس مكان في نفس الخط مع نمرة 10 عشان يقفل على ستيفن. الهلال مع انه عنده 6 لعيبه دائما بيبدا بهم اللعب لكن ما قدر. اضطر في النهايه في الشوط الاول يلعب كور طويله لمحمد عبد الرحمن وسط 3 مدافعين كان بسهوله بياخدوها. اعمل فولو ولايك للقناه عشان تصلك اخر فيديوهاتنا التحليليه. سان بيدرو فريق هجومي جدا، بيهاجم الطرفين فاتحين الملعب جدا، ما عنده مشكله. الكره اتقطعت من جان كلود بيخليه 1 على 1 مع المدافع، لو مشى وعكسها ومحمد سجل ما في مشكله. لكن لو ما سجل جاهز جدا ياون قصد الطرف الشمالي انه هو يستلم الكره. افضل لاعب في سان بيدرو وبيعمل باص بتاع جون وبيطلع فوفانا وبينقذ الموقف. نفس الحكايه في الناحيه الثانيه، هنا كره مع ياون، عين هناك بتشوف بامبا الطرف اليمين، بوكو برضه في ظهره بعيد منه ما شغال به، مخلينه برضه 1 على 1. كان غريب انه الهلال يعني يعمل نفس الحكايه، انه يخلي 1 على 1 فارس مع لاعب ممتاز جدا زي بامبا. الطرفين هم افضل لاعبين في سان بيدرو، بيعمل عكسيه والمهاجم اخطا المرمى، لكن كان في خطوره. يعني ما كان محتاج الهلال ال3 يلعبوا فوق جدا. جان كلود وبوكو المفروض يرجعوا مع الظهيرين لما تكون الهجمه على الهلال. شوف هنا كوره ثانيه بتتلعب بالنص على الهلال، ولانهم لاعبين بمهاجمين الطرفين دايما بيحاولوا يميلوا معاهم. شوف هنا بيطلع بامبا وبوكو ما في نهايه، بيعملوا 2 على 1 على فارس وبيعمل عكسيه وبيجي منها ركله الجزاء والهدف الاول لسان بيدرو. حتى بدايه الشوط الثاني استمرت نفس الحكايه. الهلال بيضطر انه يلعب طويل لمحمد عبد الرحمن والكره بتتقطع. وهنا قلنا ياون موجود دائما في الهاف سبيس حتى ورا ستيفن وبيسدد، وفوفانا بينقذ الموقف. واستمروا كده يعني نفس الحكايه. شوف هنا بيستلم ياون، حتى صلاح عادل هنا بقى ما عارف هل هو يشيل نمرة 10 اللي هو المفروض يمسكه، ولا المفروض انه هو يشيل المهاجم الطلع. بقى بين بينين، فالكوره بتتلعب لا لما في المهاجم لا قدر هو كمان يلم في نمرة 10 وفوفانا صدها، ولكن من الكورنر ده الكوره بتتعكس للشمال وبتحصل دربكه وبيسجلها منه نفسه بامبا الطرف اليمين. فهم اخطر لاعبين في سان بيدرو، وهنا المفروض يعمل حساب. والغير الحكايه كلها منه دخول خاديم وعبد الرؤوف. اول مره بقى خاديم ينزل يستلم من فوفانا، بقى عنده حل انه يستلم تحت ضغط. عبد الرؤوف جاي تحت ضغط، 4 لعيبه حوله ما مشكله، بيفتح الكره لصلاح عادل وما بيقيفوا. الاثنين طبعا جايين بلياقه ما شاء الله فل الشوط الثاني، وبيجروا الاثنين وبيصلوا منطقه الجزاء. وهنا بقت مشكله بالنسبه لبامبا، هو بقى ما عارف هل يضم مع عبد الرؤوف ولا يجيف وراه خادم. يعني بالعكس اتعكست تماما، عبد الرؤوف هنا بيستلم وخادم دياو في مساحه كبيره لحد ما يصلوا بامبا، بيعكس الاولى وبترجع قدم مستوى ممتاز جدا جدا. خادم في المباراه دي هو وعبد الرؤوف غيروا شكل الهلال تماما بعد دخولهم، وعكسيه ممتاز جدا لكوليبالي المفروض يسجل الهدف. حتى دفاعيا يعني شوف هنا بامبا لما يجي على عكس بوكو، هنا بينزل عبد الرؤوف يضغط عليه عشان يخلي خاديم معاه لاعب وصلاح عادل معاه لاعب، يعني ما في مشكله كل واحد معاه واحد والامور كده محلوله. عكس الشوط الاول كانوا ال3 بتاع الهلال فوق شديد وما بيرجعوا الكره. بينزل خاديم ممتاز جدا حتى دفاعيا، يعني لولا تاخيرهم عبد الرؤوف وخاديم اكيد كانوا حيكونوا اساسيين في المباراه دي. نفس الحكايه الكره بتتلعب لخاديم، بقى هو الحل، حيمشي عمل معاه فاول بامبا، بقى بالعكس بامبا هو المفروض يدافع، بيمرر لوالدين برضو بيعيش ايام ممتازه جدا وتالق. كره القطع عبد الرؤوف موجود وانتو جميل جدا، وكرة اسهل من الهدف. مع محمد جاب الهدفين وضيع فرصه سهله جدا. فزي ما قلنا حتى فوفانا بقى ممكن يلعب مباشره لعبد الرؤوف تحت الضغط ابدا ما عنده مشكله، بيرجع ليه خادم ودياو والكره بتتلعب لمحمد برضو في مستويات ممتازة جدا زي والدين، وسجل هدفين وبيجيوا منه عبد الرؤوف نفسه على الطرف. فالناحية دي بقت هي مصدر خطورة، وانتو مع والدين وكان ممكن يلمسها كده بس ان الجزمة في الجون، لكن المدافع طلعها. لكن دي الفكرة بقت، والهلال بقى مؤمن جدا دفاعيا، والطرفين بقوا ما عاملين يعملوا اي شيء، وبالعكس هم اللي بقوا معرضين للهجمات المرتدة. الهلال 4-3، فرص كثيرة جدا جدا. كان ممكن الهلال بسهولة يحسم المباراة دي من ساحل العاج وما يضطر حتى الانتظار كان ممكن واحد يديني مرة لجان كلود. جان كلود نفسه
كان ممكن يسدد طريقة أحسن. يعني هي فقط تبقى مشكلة الفرص الضائعة الكثيرة. طيب عندهم طريقة، عندهم فوفانا قلب الدفاع في الثلاثة اللي في النص بيطلع كأنه مثلث مقلوب عشان يبني اللعب. يعني هو بين الوسط وبين الدفاع لما يكون مدافع، لما الكرة تكون عندهم بيطلع، هو بيبقى كأنه هو ارتكاز قلب الدفاع وهو اللي بيطلع الهجمة. الحكاية دي في البداية فاجأت الهلال، لكن شوي شوي بدوا يقروها. هنا بوكو كان ذكي جدا. الهلال برضه عمل مثلث مقلوب، بوكو بقى قافل فوفانا. في النهاية اتعكست الآية في آخر الشوط الأول، بقى هم اللي ما عندهم طريقة إلا إنه يلعبوا طويل. ودائما المدافعين طبعا بيكون أفضل من المهاجمين. هنا دياو بياخد الكورة، إيمي وباص ممتاز جدا والدين. والدين حيلعب وين؟ في ظهر فوفانا المتقدم. يعني المثلث المقلوب لما الكرة تكون ما عندك بيبقى لك مشكلة انه بيبقى في فراغ بين الثلاثة. والكرة اتلعبت ممتازة جدا من والدين في ظهر فوفانا، ومحمد عبد الرحمن سجل الهدف في المرمى. فهو قلب الدفاع يمكن خاتينه في المكان ده لانه هو هجومي. شوف فوفانا قلب الدفاع بيمشي، هو بيلعب 1 2، هو بيصل وداير يجيب جون عديل كده. لكن المشكله بالنسبه لهم لما الكره تتقطع، الهلال كان بينقلها بطريقه ممتازه جدا. نشوف اللعبه دي من عبد الرؤوف. والميزه من عبد الرؤوف يلعب شمال انه بيلعب مع ايمي الاثنين، ومبالغه انه جان كلود ما شاف محمد عبد الرحمن، يعني بس بيعاين في الكوره. هنا برضه انا متاكد ما شاف عبد الرؤوف اصلا، هو بس مدنقر وجاري وبيفكر في كورته. لكن لاعب صغير وموهوب، انا متاكد الجهاز الفني حيقعد معه. فزي ما قلنا فوفانا كويس هجوميا، لكن دفاعيا بيجليها واقفه يعني زي ما شفناه هنا بيجلي الكوره، ومحمد عبد الرحمن كانت تمريره، لكن ده